ازيكم؟ هنتكلم على 3 تمارين شبه بعض وتقريبا بيحركوا نفس العضلات تقريبا، ولكن الناس بتتلخبط بينهم شويه. اول تمرين هو الديد ليفت، وده عليه جدال كبير قوي. ناس تقول لك ما تلعبوش خالص، ناس تقول لك ده اهم تمرين في الدنيا، وناس تقول لك لا لازم تحطه في البروجرام بتاعك، وفي ناس تانية تقول لك لا لازم يتلعب بس لازم تاخد بالك وتحرص وانت بتلعبه وتعمل التكنيك مظبوط. كده كده اي تمرين في الدنيا لو لعبته بتكنيك غلط يا هتتصاب يا العضله مش هتكبر، فلازم التكنيك ده ما فيهوش يعني امر مفروغ منه، مش هنتكلم فيه. طيب، الديد ليفت هو حركه مهمه خطره شويه عشان بتحمل الى حد ما على اللور باك وظهرك السفلي، اللي هو يعني ناس كده مننا عندنا مشاكل فيه يعني، وفي الغضاريف وفي الديسكات والكلام ده، ولكن هي حركه مهمه. فبما ان هي حركه مهمه وبتحرك عضلات كتير، العبها عادي بس العبها بوزن معقول. مش لازم اول ما ادخل يبقى في دماغي ان انا احط 50 كيلو في اول مجموعه، وبعد شهرين 3 جيم لازم اشيل ال 100 كيلو. انت مش باور ليفتر، او انت مش داخل تشيل اوزان عشان تعمل ريكورد، انت داخل تمرن العضله بطريقه محترمه و... وفي الاخر العضله تكبر وتستفيد اكبر قدر من الافاده يعني. طيب، ليه الديد ليفت مهم او من الحركات المهمه؟ ان هو بيحرك اغلب العضلات، يعني بيشغل الكوادز اللي هي العضلات الاماميه، وبيشغل الجلوتس اللي هي عضلات المقعده يعني، وبيشغل ظهرك. فهو بيشغل عضلات كتير قوي في نفس الوقت، وتلعبه بتكنيك بالراحه وبوزن خفيف، واحده واحده ممكن تزود فيه، بس هي التكنيك بتاعه بايخ شويه. وممكن تسأل المدرب، او انا هحط فيديو لطريقة اللعب برضو. اهم حاجة فيه ان انت بتتني ركبتك عشان طبعا كوادز تشتغل. انت لو ما تنيتش ركبتك وانت نازل كوادز عمرها ما هتشتغل، فبتتني ركبتك وظهرك بيبقى مفرود، يعني ولا هو متني ولا هو مفرود قوي لفوق، ظهرك بيبقى مستقيم عشان ظهرك ما يتأذيش ويستفاد، يعني عشان ظهرك يشتغل وعشان الكوادز تشتغل وعشان جلوتس تشتغل. دي كده اول حركة. تاني حاجة هي الستيف ديد ليفت او الاس دي ال. شبه شوية الديد ليفت ولكن مش بتني ركبتي، فانا عشان مش بتني ركبتي وفارد رجلي وببتدي بنزل، لو بعدت الوزن سنة عن جسمي ظهري بيبتدي يشتغل كويس جدا، يعني بيحرك عضلات الظهر والمجمس كويس. وكمان هو مفيد قوي للهامسترنج والجلوتس، العضلات الخلفية وعضلات المقعدة. طول ما انا فارد رجلي وظهري بينزل فعضلات الخلفيه بتشد، فهو شغال على عضلات الخلفيه كويس جدا. طبعا بيشغلش الاماميه تقريبا خالص لان ركبتي ما بتتنيش. دي كده تاني حركه. تالت حركه وهي الار دي ال او ريمانين ديد ليفت، تقريبا من اشهر الحركات اللي كنا بنلعبها يعني، وهي خصيصا للجلوتس. وجلوتس على فكره الناس كتير قوي بتقول لك لا جلوتس وانا راجل ما العبش جلوتس، وهي حركات ستات. لا، هي مش حركات ستات، هي جلوتس دي من اهم العضلات اللي بتعمل لك استابيليتي لجسمك وانت ماشي وانت واقف وانت بتجري وانت بتتحرك. هي بتتحرك معاك على طول وانت قاعد، كل ده جلوتس شغاله، فما تستهونش بيها وتمرن. وعمرها ما هتاخد الشكل الانثوي يعني، ما تخافش وانت بتتمرن عادي يعني. دي كده ثالث حركه اللي هي روماني ديد ليفت. الحركات دي ممكن تلعب ببار او بدمبلز، بس جربوا الثلاث حركات العبوها باوزان خفيفه وركزوا على العضلات اللي قلناها وانتوا بتشتغلوها، وجربوها في يوم الرجلين وهتنبسطوا جدا. حركات بسيطه مهمه وفعاله. سلام.